السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه، ضحكت عليهم وعملت لهم بانيه كداب، استغفر الله العظيم يا رب. كدب حرام طبعا. ب10 جنيه. اتفرجوا بقى. شايفين شكله والجمال والجمال؟ هفتحه لكم دلوقتي. ابيض من جوه، شبه البانيه بالظبط. شبه البانيه، يعني لسه كان معمول. شايفين الدخان؟ طعمه حلو قوي 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 قوي، واكله اقتصاديه ممكن تعملها المدارس. تعالي كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى ايه، 4 بطاطسيات، حوالي كيلو بطاطس. ماشي. الكمية بقى اللي انت عايزاها. هبدأ بقى اقطعها طرنشات. مش هتكون ايه، ولا تخينة ولا ايه رفيعة. تمام كده. تمام. هقطع بقى البطاطس كلها كده. اجهزها اهي زي ما انتوا شايفين كده، موريتها لكم. وهخلص بقى البطاطس كلها. نشوف بقى الخطوة الجاية هنعمل فيها ايه. تمام. بعد كده بقى هجيب خلصتها اهي. هجيب بقى حلة مية، واحط فيها البطاطس، وهسلقها نص سلقة. تمام كده، نص سلقة بس، ما تحطيش ايه، ما تسلقهاش، مش عايزين نهريها. تمام. الخلطة بقى اللي انا هحط فيها بدل البيض، هعمل ايه. هجيب كوباية دقيق، وعليها نص كوباية نشا. تمام. خلاص. وهحط بقى فلفل اسمر، معلقة فلفل اسمر صغيرة كده، وكمون، وملح، معلقة ملح اهو، وكمون وكزبرة، بس كده. وهقلبها بقى مع بعض. وابدا ايه، احط الميه. هحط الميه بقى ايه، واحده واحده. تمام كده اهي كوبايه. وهقلب بالمعلقه عادي او بالمضرب، زي ما بتحبي. تمام. واحب بقى ايه، وهفضل بقى ايه، اضيف الميه تدريجي 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 كده ايه، لغايه ما يبقى السائل معايا تقيل كده زي الكيك. عارفين سائل الكيك؟ اهو زي كده. خلاص. اهو خلصته. وابدا بقى اجهز البطاطس والتتبيله اللي انا هعمل فيها، الخلطه اللي انا وريتها لكم. وكمان معايا البقسماط. عارفين اللي هو بتاع كنتاكي ده؟ ايوه، اللي احنا بنجيبه للفراخ ده. ايه هنعمله بقى ايه بيه؟ هنحطه فيها بقى عشان نديها شكل حلو زي ما انتوا شفتوه كده. هحطه بقى في الخلطه دي، البطاطس. وهبدا اجيب شوكه تانية اشيلها بيها كده. تمام. غرقيها كده. وبعد كده هحطها فين، في في البقسماط المطحون ده. تمام. وغطيها بقى. اغطي البطاطس خالص كلها كده. ولازم تغطسيها في التتبيله دي كويس قوي. تمام، عشان البقسماط يمسك. تمام كده. بس زي ما انتوا شايفين. حاطه بقى الزيت يقدح كويس، يقدح كويس قوي قوي قوي، لازم الزيت يقدح كويس. شايفين شكلها جميل ازاي؟ عامل واحده تانية اوريها لكم كده. بس شايفين حلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. وهتعجب ولادكم، وممكن تعملوها في المدارس يعني سندوتشات. اي حاجه كده. تعملوها جديده، او غدا مع قرنبيط، مع اي حاجه. افكار حلوه يعني، غدا اقتصاديه وحلوه. خلاص. خلص بقى بقيه الكميه. وبعد كده هنروح بقى ايه، نعملها في الزيت. ولازم الزيت يبقى سخن جدا. خلاص اهي. بدأت بقى انزلها في الزيت. والحاجة اللي انت مش عايزة تاخد زيت كتير، لازم الطاسة بتاعتك تبقى صغيرة او حلة صغيرة. انا عاملة الحلة دي للتحمير. دي ما بتاخدش زيت كتير. تمام كده. خلاص هسيبها بقى تتحمر. وبعد كده هطلعها. شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي؟ بس كده. وهخلص بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. بس يا ريت بقى اللي يوصل هنا يضغط لايك. اهو هصفيها بقى كلها، واطلعها على مناديل. وبس كده. زي ما وريتها لكم في الاول.
شكلها تحفة، جميل جدا جدا جدا. ولادكم هيحبوها جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ سحر نصر.